الياميق اخويا طاكل في الكاري دي زويت، راه هذيك راه كان ممكن ياخذ بيلانتي، وكون ما كانش مزراوي كان يعطيك حمراء وغادي تخرج وغادي تخرج علينا ونشوفوا الاخوان ديال الكره في 90 اللي تا هما تقريبا تيقولوا نفس المعلومه. وكنتي تا هو الدرني ديفونسور ما كانش المزراوي جاي حمراء بالله مزراوي مازال القانون راك عارف ديال الدوبل سانكسيون وهذاك الشيء. لا حمراء الكوبكاس انا راني كانف. خلال الهضره ديال الاخوان واللي كنبلغ لهم التحيه من هذا المنبر على العمل ديالهم، كيقولوا لنا باللي اللقطه ديال اليامع كون ما كانش المزراوي كانت تكون بطاقه حمراء بحكم انه اخر مدافع. ولكن هنايا هذه المعلومه ماشي ديما صحيحه في ركلات الجزاء، لانه تيكون واحد الاستثناء. القانون شنو تيقول لنا؟ حاله منع هدف او فرصه واضحه للتسجيل عندما يرتكب لاعب مخالفه ضد احد لاعبي الفريق المنافس داخل منطقه الجزاء، ركزوا عليها، مما يضيع على هذا الاخير فرصه واعده لتسجيل هدف، ويقرر الحكم حينها منح ركله جزاء، فانه يتم انذار اللاعب المخالف اذا كانت المخالفه محاوله للاعب الكره او منافسه للحصول عليها. يعني وفي جميع حالات اخرى مثل المسك لاعب، سحبه او دفعه، فانه يجب طرده. دونك الاخوان ملي كتكون الفوت ديال اخر مدافع برا الكاري اوني داكور كو سي كارطون روج كيف ما كانت الحال. ولكن كنقولوا في منطقه الجزاء وصيف لينا ركله جزاء، فراه هنايا كنشوفوا بعين الاعتبار واحد الاستثناء واحد اللي ضروري، هو واش هذاك اللاعب كان بغى يلعب الكره وما وصلش ليها. وهاد الحاله اللي ما ناقشوش عليها حنا بزاف ديال اليامع، انا كان كيبان لي بلي بحاول يلعب الكره وما وصلش ليها. يعني واخا كون ما كانش مزراوي فراه ما كانش خصها تكون بطاقه حمراء. ما تناقشوش بزاف في هذه الحاله كيف قلت لكم. دونك ديما ناخذوا بعين الاعتبار هذه الحاله هذه في ركلات الجزاء، انه لا كان اخر مدافع ماشي شرط انها غادي تكون بطاقه حمراء مباشره، فخصنا ضروري ناخذ بعين الاعتبار واش كان بغى يلعب الكره او لا.